يلي بده يتحدى هي الحارة من قدها، في مين بيحمي الدار بالحق يسون حدا. 7 أجزاء من باب الحارة أدهشت المشاهد العربي على مدار أعوام خلت، فكانت محل اندهاش العرب التواقين للحرية والكرامة. الشرف والشهامة ورد الضيم والوحدة والمقاومة كانت أهم دروس ما خلص إليه باب الحارة في أجزائه ال7، لكن أيا من المشاهد تلك على مدار 7 سنوات لم تخلق ممثلا واقعيا ولو لمشهد واحد من مشاهد النخوة تلك إلا في مدينة خليل الرحمن جنوب الضفة الغربية. الخليل الفلسطينية ذات الطباع الحلبية لمن لا يعرفها تصدت للمحتل الصهيوني بطريقة أشبه ما تكون لباب الحارة في أجزائه ال7. ولا أنت وياه والمسيح والعذراء يلي بده يمد إيده علي لحتى يفتشني نلم على الخلايا كلها. باب الحارة في الشام هو نفسه باب الزاوية في الخليل، مسرح ما يدور من مواجهة مع المحتل الصهيوني، وزعامات الحارة هنا هم نفسهم وجهاء العشائر الذين تصدوا بصدورهم العارية لآلة قمع الاحتلال هنا. والعقيد أبو شهاب هناك الذي رفض عبث المحتل الفرنسي بجثمان سيدة في باب الحارة هو نفسه هذا الشيخ الذي رفض وأقرانه من وجهاء العشائر احتجاز جثامين الشهيدات الفلسطينيات هنا في باب الزاوية. هيك انت وياه ولك ما حدا بيمد ايده على هذا التابوت. هذا التابوت فيه عرضنا وشرفنا اللي ما بنبيعه لحدا، واللي بده يجرب يفتحه بيكون عم يفتح قبره بايده اي من كان يكون. برجعش وعد رجال الا بالبنات، لو بننسجم كلنا. باب الحارة الذي حاول الاحتلال الفرنسي إغلاقه فلم يستطع، نفسه باب الزاوية الذي حاول المحتل الصهيوني إغلاقه لكسر التجارة وعزل الفلسطينيين عن بلدتهم القديمة وإفراغها فلم يستطع. هنا وهناك في البابين يصر أصحاب النخوة على فتح محلهم وممارسة حياتهم وتصديهم لكلا الاحتلالين، إضافة إلى أنه لم تخلو أحداث البابين من حس الفكاهة التي كانت حاضرة في كافة الأحداث. ففي باب الحارة يضرب أبو بدر بعصاه رئيس الكراكون في مشهد كوميدي بينما يدهز شاب من الخليل مستوطنا قرر أن يقطع الطريق، فبرر أهل الخليل ذلك بأن ابنهم ظن المستوطن مطبا في الطريق. وعن الفرق الوحيد ما بين أحداث باب الحارة وأحداث باب الزاوية حتى في شكل الجنازات وكيفية التصدي لجنود الاحتلال، فإن النخوة والشهامة والفكاهة والرجولة التي اجتمعت في أحداث باب الزاوية لم تحتاج لمخرج أو لسيناريو أو ممثلين، فكانت سلسلة حلقات لا زالت مستمرة من حلقات باب الزاوية الجزء الأول الأكثر متابعة ولو فلسطينيا.